نركب حديد والأهل حديد نركب حديد. والأهل حديد. بسم الله الرحمن الرحيم، حبايب قلب الكابتن ريشة. وتحليل ماتش الاهلي وانبي اللي خلص 2-2 واللي كان فيه شوية فضايح زي الفل، واللي اثبت ان كولر عنده شوية غلطات مش راضي يغيرها، زي ان عمر كمال يلعب باك شمال مثلا. والاهم من كده ان احنا عندنا لعيبة لا تصلح للنادي الاهلي. عمر كمال طبعا لانه ما بيلعبش في نفس مركزه، هو بقى عنده مشكلة ان هو مفيش غير طريقة واحدة بس اللي هيعرف يعدي بيها، وهو انه هياخد اللعيب ويرقصه عشان يجيب الكورة من اليمين، رجله اليمين على الناحية الشمال. ولكن للأسف بما ان هي مش القدم القوية له، فبالتالي اي عرضية هيعملها نسبة ان هي تطلع غير دقيقة او ما يعرفش يعملها اصلا هتبقى نسبة عالية. استمرارا لتحسن موديست بعض الشيء قدر ياخد اكتر من كورة. طبعا كان في عدم دقة وعدم توفيق فيهم. انبي نوع في طريقة الضغط، لما كان بيفكر انه يلعب ضغط عالي قفل على كوكا وعلى مروان عطية، باعتبار ان هما الاتنين المفاتيح الاساسيين اللي هينزلوا يستلموا من الدفاع. ده نتج عنه ان احنا ما عادش عندنا حل غير الكور الطويلة، وطبعا مفيش دقة فيها، وبنسبة كبيرة كانت اتقطعت او طلعت اوت. كولر حاول يحل المشكلة بتاعة الضغط على مروان وعلى كوكا، انه يستعين ان يخلي موديست ينزل يحاول يستلم عشان ياخد معاه واحد من خط النص بدل ما يضغطوا كلهم على مروان وكوكا، او يحاول يدي فرصة ان واحد من المدافعين يطلع معاه ويتلعب الكرة طويلة في ظهر واحد من المدافعين، يا اما الكهربا او لقفشة على حسب، او لطاهر على حسب مين اللي بيتحرك. نتيجة ان عمر كمال مش باك شمال برضو، تاني كل كورة هتجيله هيستقبلها بيمينه الاول. ثانيا وضع جسمه تشريحيا، عمر كمال صدره داخل لقلب الملعب مش لبره، فبالتالي كل كورة هتحاول تديهاله غصب عنه لازم هيضطر ساعتها انه يعدل وضع جسمه، فده هياخد وقت. ثانيا هو مش عارف يلعب بشماله، فهتفقد ميزة اساسية كان بيديها لك اي لعيب بيلعب ناحية الشمال، سواء كريم الدبيس او معلول. انت كده ظلمته وافقدت الاهلي جبهة هجومية. نتيجة غياب إمام عاشور وطبعا قلة مهارات كوكا الهجومية، فبالتالي اضطر كولر انه يخلي قفشة هو اللي ينزل يستلم من الناحية الشمال. تمام. واضطر انه يخلي مروان عطية هو اللي يسند ويبقى مثلث مع طاهر ومع هاني. بالتالي احنا كده فقدنا كذا ميزة. فقدنا الاول ان مروان ما يقدرش يعمل دور المساند للمثلث بتاع يبقى التالت في ما بين مع هاني ومع طاهر، فدي مشكلة، فده بيقللنا هجوميا. ثانيا فقدنا قفشة في قلب الملعب، واضطرينا ان هو لازم ينزل يستلم وبعد كده يرجع تاني يتحرك ما بين الخطوط، وكل دي بتدي فرصة لإنبي انه يقفل المساحات ويقلل من الخطورة اللي احنا نقدر نعملها. مؤخرا لما الكرة ما بتكونش مع الاهلي وبيدافع من عند خط نص الملعب، بيبتدي يبقى الشكل بتاعنا 4-4-2، وجود موديست مع قفشة او السولية. نتيجة وجود كثافة عددية كبيرة للاعيبة انبي، بدأ كولر يلعب بفكرة الكور القطرية والكور الطويلة. بيستفيد من لعيب زي كوكا، بيستفيد من لعيب زي رامي ربيعة، لكن للأسف مش دايما الكور دي بتنجح. أحيانا هتبقى معانا كويسة وأحيانا لأ، لكنها فكرة كويسة من كولر محاولة إنه يكسر التكتل بتاع الدفاعات اللي قدامنا. الكرة دي لتالت مرة بتوضح برضو مشكلة عمر كمال. الكرة لما بتوصل مع عمر كمال كويس قوي بيقدر يقطعها، تمام، مفيش مشكلة. ولكن بما انه هو ما بيلعبش برجله الشمال، فهنلاقي انه ما قدرش او خاف يخاطر ان يلعب الكرة دي بوش رجله الخارجي لمودست، واضطر ان هو يلعب الامن ان توصل لكهربا، وكهربا للاسف مفيش تحكم على الكرة كويس كالمعتاد، وبالتالي الكرة ضاعت علينا. تاني بشوف ان في عدم جدوى من ان انا اعتمد على مروان كلاعب خط وسط ناحية اليمين، لان ما عندوش المهارة ودي مش لعبته. كان المفروض المكان ده يبقى فيه قفشة.
خطأ دفاعي متكرر، الكرة اتلعبت كانت رمية تماس مفيش مشكلة. هنبص اللعيب بقى يا جماعة الخير اللي عليه الدايرة ده لعيب فاضي تمام، مفيش مشكلة، اللعيب ده فضل فاضي والكرة بتترفع، ده لسه فاضي برضه مفيش مشكلة. نيجي للبلوة التانية بقى، ان احنا عندنا مشكلة كبيرة ان المهاجم بيخش ما بين محمد هاني وما بين رامي ربيعة. رامي ربيعة بيفضل باصص للكورة بس، ومحمد هاني حظنا حلو انه في الماتش ده والماتش اللي فات اتحسن شوية في التغطية العكسية وربنا كرمنا وشوبير صدها. نسكت؟ لا، بجملة جه مع عبد المنعم اصلا واقف تايه هو كمان، نسى اصلا ان في لعيب ممكن يجي من ظهره. حظنا كان حلو وربنا نجدنا ان احنا ما دخلناش فينا جول. استكمالا لمسلسل الفرص الضايعة، الكورة بتوصل لكهربا، كهربا بيلعبها لقفشة، الكورة هجمة مرتدة كويسة أوي مفيش مشكلة. قفشة في المكان اللي المفروض يبقى فيه تمام، ناحية اليمين كويس مفيش أي أزمة. موديس تتحرك صح جدا جدا جدا، وقفشة عمل الحاجة اللي كنت بتمناها على طول، إن تترفع الكورة من أول مرة وتوصل لموديس، لكن للأسف ضيعها. كولر بيستخدم الكور القطرية محاولة منه لفتح الملعب سواء من اليمين للشمال أو العكس، والكرة تنزل لواحد من الخط النص أو من الأجنحة. برضو الكرة بتيجي لعمر كمال بيعمل نفس الحاجة، بيستلم الكرة بيمينه وبعد كده يحاول يجيبها بشماله عشان يحاول يعمل كروس. الكروس ده مش هيبقى دقيق ومش هيعمل أي نوع من أنواع الخطورة. مثال تاني على محاولة استخدام الكور الطويلة لمحاولة إنه يستغل إن إنبي أحيانا كان بيلعب بدفاع متقدم. وبجملة كوارث دفاع الأهلي، كرة طويلة رايحين اتنين مهاجمين من انبي على مدافع من عندنا. حظنا حلو ان المهاجم لعب الكرة غلط، فمحمد عبد المنعم لحقها، خدنا الكرة التانية لا طبعا وصلت للعيب انبي، جابوا الكرة خدوها تاني وصلها ناحية الشمال بتاعتنا. حظنا كان حلو ان اللعيب لعب للناحية اليمين الفاضية لكن طاهر لحق الكورة. طيب فين بقى خط النص؟ لان الكرة التانية ما خدناهاش برضو، مفيش اي اندهاش خالص، الكرة وصلت للمهاجم بتاع انبي وحظنا حلو ان هي جت جنب القايم. تاني لعيبة انبي بتضغط على مروان وكوكا، وبالتالي الحل اللي قدامنا ان احنا نلعب كور طويلة سواء من الواحد من المدافعين او من شوبير. وتاني استخدام فكرة الكور القطرية او الطويلة من قفشة لواحد من الاجنحة سواء يمين او شمال. تاني قفشة بيحاول يتحرك ما بين الخطوط، لكن للأسف عشان تعمل التمريرة تيجي من خط النص لحد قفشة من كوكا ومروان ما عندهمش الملكة أو الموهبة دي. بيلعب واحد من لعيبة الأهلي سواء مروان أو كوكا لناحية عمر كمال، نلاقي نفس الفكرة إن عمر كمال بيضطر يستقبل برجله اليمين. طبعا هو ما يقدرش انه يعمل اللي كان بيعمله معلول او الدبيس حتى، فبيضطر انه بدل ما ياخد الكورة ويرفعها بيرجع الكورة لورا، فبيقلل من خطورة الهجمة طبعا. وطبعا لنقص مهارة كوكا ومروان، تاني قفشة بيضطر ينزل يستلم وبعد كده يسلم لواحد من اللعيبة التانيين سواء أجنحة أو مروان أو كوكا، وبعد كده يتحرك هو ما بين الخطوط. وهنا إثبات لفكرة إن احنا الأهلي ما عندوش مشكلة في صناعة الفرص لأنها بتيجي كتير، لكن للأسف عندنا مشكلة كبيرة في الإنهاء، وزي ما هنشوف في الكورة دي وهنشوف في أكتر من كورة بعد كده. وتاني مع ضغط انبي العالي علينا، وده كان بيحصل في بعض الأوقات، بنلاقي إنه قدامناش حل تاني غير الكور الطويلة من شوبير. وتصرفات غريبة هجومية من الأهلي، الكرة وصلت لطاهر، طاهر عمل حاجة غريبة جدا، إن قدامك كهربا بيجري ومش أوفسايد، العب الكرة بسن جزمتك، ما تفهمش هو كان بيفكر في إيه، وضاعت الفرصة. المرة الشخرمية، غلط دفاعي متكرر برضه من الاهلي، كورة طويلة، حظنا حلو ان عمر كمال كتر خيره قطعها. ناخد الكرة التانية يا جماعة الخير؟ ابدا، برضه لعيب انبي هو اللي بياخد الكرة التانية. طيب نسكت بقى؟ لا، بنوصل الكورة لواحد للعيب انبي على الطرف اليمين، هنلاقي ان في لعيب بيلعب في ظهر رامي ربيعة ولاعيب تاني قدام محمد هاني، وحظنا حلو ان محمد هاني التاني ماتش على التوالي التغطية العكسية بتاعته تبقى كويسة. واحد من أسوأ الماتشات الهجومية القفشة، واتقطع منه الكورة أكتر من مرة، وزي ما احنا شايفين دي كورة منهم، والموضوع ده اتكرر الشوط التاني وبرضه ما قدرش يعمل سروهات.
مثال تاني على تحرك مروان ناحية اليمين بحيث انه يساند طاهر ويساند هاني او يساند كهربا لما كان كهربا شوية بيجي ناحية اليمين احيانا. ده مثال لحل كان ممكن يستخدمه الاهلي اكتر من كده، هو التسديد اكتر من مرتين ورا بعض بان فيهم خطورة، ليه ما عملناش كتير؟ والتالت مرة الشوط ده كورة طويلة بياخدها واحد من مهاجمين انبي، الكرة التانية ما بناخدهاش احنا، فللأسف بتعمل علينا هجمة خطرة وحظنا بيبقى حلو. هنا الجون بتاعنا ده وضح أهمية استخدام كهربا كمهاجم تاني مش كجناح. كهربا طول ما هو قريب من الجون طول ما انت هتستفيد منه اكتر، ما ينفعش كجناح لانه مش هيقدر يتحكم كويس في الكورة. ثانيا هو نسى المركز ده من فترة طويلة.